بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف كيف نفتح حساب في البنك السعودي الأول ساب. أول شي الشروط لازم يكون عندك حساب أبشر ونفاذ، ولازم يكون عندك عنوان وطني في البريد السعودي أو سبل، وبرضه لازم يكون رقم جوالك مسجل تحت هويتك. إذا عندك هذا الشروط تقدر تفتح حساب باستخدام الجوال. بتحمل تطبيق ساب من المتجر ثم تفتحه، تضغط على ابدأ وتضغط هنا فتح حساب. هذا الشروط اللي ذكرتها قبل شوي، تضغط استمرار، حتضغط على هذه الخيارات صح، ثم تكتب هنا رقم الهوية وتكتب هنا رقم الجوال وتضغط أنا لست روبوت. بعدها التالي حيطلب منك تفتح نفاذ لتأكيد هويتك، حتفتح نفاذ. بيجيك طلب قبول فتح الحساب، قبول، إكمال، حتختار الرقم اللي عرضه هناك، تم قبول الطلب. بعدها حترجع لتطبيق ساب. بعدها بتجيك صفحة خاصة بالبيانات الشخصية، حتعبي البيانات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والإيميل ورقم الجوال. بعد ما تعبي البيانات الشخصية تضغط على التالي. بتجيك صفحة خاصة بالعنوان، بتعبي كل البيانات الناقصة لعنوانك، وتعبي هنا العنوان في البلد الأم لغير السعوديين. بعدها تضغط التالي، وهنا بيطلب منك تعبي هذه البيانات: جهة العمل، ونوع الدخل الشهري والدخل الشهري، وهنا بتختار الفرع المفضل وطريقة توصيل البطاقة. تقدر تروح تطبعها من أجهزة الخدمة الذاتية. وهنا بتسجل رمز سري مكون من 6 أرقام خاص بالخدمة التلفونية البنكية، حتحفظه عندك ممكن تحتاجه بعدين. وهنا بتسجل اسم المستخدم وكلمة السر علشان تسجل دخول لبنك ساب أونلاين أو الخدمة المصرفية البنكية. ولما تعبي كل البيانات حتضغط هنا صح وتضغط التالي، وهنا بتكتب الودائع السنوية المتوقعة وهنا السحوبات السنوية المتوقعة. بعدها تضغط إرسال، بيجي كود برسالة نصية على رقم جوالك، حتكتب الكود هنا، حتنسخ الكود من الرسالة النصية وتسجله هنا وتضغط هنا. بعدها بيقولك تم إنشاء حسابك بنجاح وتم إصدار البطاقة البنكية الرقمية. الحين تقدر تروح على أجهزة الخدمة الذاتية في بنك ساب وتطبع البطاقة البنكية. وبس، هذه كانت طريقة فتح حساب بنك ساب. إذا عندك أي استفسار اكتب تحت في التعليقات، وإذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وشكرا.